السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات السعي البيت نضيف ومرتب قبل رمضان، وده جزء اللمسات الأخيرة. واضح من صوتي أنا كنت مختفية شوية ليه، بس الحمد لله كان عندنا دور وحش قوي اللي هو المنتشر دلوقتي، بس الحمد لله يعني بدأنا نخف. قلت أفوق كده ونشوف اللي ورانا علشان الأيام بتجري ونستقبل أحلى شهر في السنة إن شاء الله. خلاص فاضل 4 أيام، وقلت كده هاخد الشقة من على الوش كده لأن احنا خلاص منضفينها تنظيف عميق. وكان في شوية حاجات سايباها للآخر، زي ان انا عندي مثلا المشايات محتاجة تتغسل، بنقعها شوية في البانيو وبعدين اغسلها بالراحة مرة واحدة واحطها تاخد دورة غسيل سريعة كده في الغسالة وتنشفها علشان ما تاخدش وقت في الهوا يعني وتنشف بسرعة. رتبت الشقة سريعا كده وبدأت ان انا عندي مفرش السفرة عندي طويل قوي من الجناب، فقلت هظبطه وقصرته على حسب الطول اللي انا عايزاه، وطلع منه الحته الزياده ديت، وكمان في دانتيل زياده طلع منه، فعملتها مفرش للرنر للبوفيه واديته للخياطه تمشي عليها كده. وطول الفتره اللي فاتت دي طبعا انا المكنسه والغساله اكتر حاجتين كانوا ايدي ورجلي بغسل كتير وبستخدم المكنسه كتير، فقلت هعمل لهم تنظيف عميق. فعملت تنظيف عميق للمكنسه وفضيتها وغسلت الكيسه بتاعتها علشان تبقى نظيفه ومستعده كده لشهر رمضان ان شاء الله ما تعصلكش معايا. والغساله طبعا خدتها بقى دوره غسيل عميقه يعني من الاخر، غسلتها كويس قوي ولمعتها بالفوطه بعد ما غسلتها، بس اهم حاجه مفيش اي نقطه ميه تيجي على لوحه المفاتيح خالص علشان لا قدر الله ما يحصلش فيها اي مشكله. وبعدين بقى جبت ازازه خل، ويكون لازم يكون خل مركز. فضيتها وسبتها بقى تشتغل مع نفسها دورة تنظيف كده لحد ما اخلص الشغل اللي ورايا. دايما بقول لكم وبنصحكم في اي فيديوهات بعملها ان احنا ناخد بالنا من تنظيف الاجهزه سواء من جوه او من بره لاي جهاز عندنا في البيت، لان دلوقتي الحاجه طبعا بقت نار ولازم نحافظ على الحاجه علشان تدينا اعلى كفاءه ممكنه ان شاء الله. بعدين دخلت المطبخ، كان عندي درج اللي هو المعالق والشوك ده عايزه انظمه بطريقه تانية لان زهقت من الرصه بتاعته دي. فطلعت كل حاجه كده ومسحته كده على السريع وشلت حاجات انا مش هحتاجها، ونظمته بطريقه يعني الى حد ما كويسه شويه. مش لاقيه منظم واحد يكون حته واحده يكون واخد مساحه الدرج كلها، يعني انا جبت منظمات كتير قوي مفيش اي حاجه مريحاني. فحاطه ده كده لحد ما احاول الاقي ادور في اماكن تانية كتير الاقي حاجه حته واخده مساحه الدرج كلها، تكون حته واحده وتكون مريحاني شويه. ديت الحته بتاعت المعالق ديت ساعات بتبقى مقرفه ان هي المعالق بتغطس لجوه، افضل اطلعها بقى. بس قلت يلا مش وقته ومش لاقيه اصلا، فيعني بنظم فيه كده لحد ما الاقي حاجه مناسبه ان شاء الله على نفس المقاس وتكون مريحاني. انا ما عنديش شغل كتير في المطبخ الحمد لله، لان احنا عاملينه مع بعض تنظيف عميقه جدا وكل حاجه جوه مرتبه، بس في حاجات بس الدرج ده اللي عشان على طول بستخدمه كل يوم، فبحتاج اصلا ان انا كل كام يوم كده اعيد ترتيبه تاني. عايزه بقى اقول لكم حاجه، الناس اللي يعني بالنسبة لمشتريات رمضان وان احنا نغير في المطبخ ونشتري حاجات جديدة وكده، مش يعني محدش يكلف نفسه شهر زي بقية السنة وهيعدي ان شاء الله، وطبعا لازم يبقى ليه بهجته وكل حاجة. بس انا عندي تعليق واحد، يعني انا مثلا كل سنة بحب ابدل حاجات عندي في البيت، يعني انا مثلا طقم العشاء اللي باستخدمه عندي واحد تاني في البوفيه، ببدل ده شوية وده شوية، وباجي قبل رمضان أو وقت رمضان أطلع اللي في البوفيه أحطه في المطبخ وهكذا، وأدخل اللي أنا بستخدمه بقالي فترة. يعني حاجات البوفيه والنيش ديت احنا المفروض هنستخدمها امتى يا جماعة بجد؟ انا الحمد لله مقرره كده من اول يوم جواز ان انا حاجتي كلها بستخدمها، بطلع عادي الكاسات بتاعت النيش اشرب فيها، بطلع الكوبايات وبستخدم كل حاجه الحمد لله. اصل معلش يعني الحاجه دي للضيوف، طب ما الضيوف مش احسن مني في حاجه؟ مع تقديري لاي شخص، انتي اولى بحاجتك، استمتعي بحاجتك وافرحي بيها وانتي صغيره مش وانتي كبيره. ما تفضلش الحاجه مركونه كده بالسنين لحد ما نكبر ونعجز واحنا ما اتبسطناش بحاجتنا وموجوده بس في البيت وخلاص، احنا مش جايبينها نركنها ولا جايبينها شكل. فانا كل فتره بحب اصلا ادخل كل الكوبايات اللي انا بستخدمها واطلع اطقم جديده، ادخل كل المجات واطلع اطقم تانية، ادخل طقم العشاء ده واطلع طقم عشاء تاني، فبحس ببهجه كده في الحاجه وبفرح بحاجتي. فانتوا طقم الصيني اللي مركون بقاله كام سنه في النيش ده طلعوه واستخدموه في رمضان، هتحسوا ببهجه كده وما حدش يكلف نفسه حاجه ويشتري جديد، واحنا اصلا عندنا بيوتنا مليانه خير الحمد لله.
قبل رمضان بقى كنت يعني في الفترة اللي فاتت ديّة مستخدمة كل البهارات، وفي بهارات كتير أوي كانت ناقصة عندي، فما كنتش باجيب لحد بقى ما أجيب حاجات جديدة تكون يعني لسه فريش، و جبتها الحمد لله. كان ناقصني توابل كتير أوي وحاجات كتير وملح، ليمون بقى والبيكربوناتو علشان في رمضان في شاي كتير والكاتل بيبقى عايز يتنضف وكده، وأنا بافضّي البهارات باحب كده أفرش مفرش أو فوطة مطبخ أو حاجة علشان أي بهارات تُقع عليها ما تُقعش على الرخامة، لإن ريحتها بتبقى نفاذة شوية. رجعت بقى البهارات وكل حاجة مكانها، والبهارات الزيادة باحطها في درج في أدراج التلاجة. وتنضيفة مطبخ يعني فوط جديدة، أنا باحب فوط المطبخ جدًا، فجبت شوية كده جداد وحطيتهم مع اخواتهم، ورتّبت بقى المطبخ وأنا باضبّط في المطبخ. كنت عايزة أعمل مكان مخصص درج يكون فيه المنظفات كلّها بدل ما كنت حاطة كل شوية في حتّة، فالدرج ده يعني أي حاجة ما لهاش مكان باحطه هنا، ففضّيته بقى وقُلت هاعمل ده للمنظفات، يعني تبقى المنظفات والفوط التنضيف والحاجات دي كلّها في مكان واحد. هو عميق وما شاء الله كبير، فمناسب جدًا إن أنا أحط فيه أي الحاجات المنظفات الكبيرة واللي هي يعني مش باستخدمها كل يوم وكده. فنضفته تنضيفة كويسة، ورجعت بقى المفرش والحاجة والباسكت ده والأكياس ديّة أنا مباحبش أجمّعها أبدًا، بس بتنفع الصراحة إن أنا باستخدمها في باساكت الزبالة الصغيرة. عايزة أقول لكم المفارش ديّة أصلًا دي مفارش أنا عاملاها للأكل، هي أصلًا كانت كفرات للغسالة، وكل ما أجيب للغسالة cover يتقطع السوستة تتقطع ويبوظ ومش لاقية حل في الموضوع ده، فباقص منه حتة كده اللي هي مناسبة وباعمله مفرش أفرشه وقت الأكل أو كده بيبقى حلو بدل ما أرميه يعني باستغله برضه. لمّا عملت الدرج ده الصراحة ارتحت شوية، حسيت إن كل حاجة في مكان واحد، بعد كده أفتح درج واحد آخد منه الفوطة، البخاخة، مش عارفة إيه كده. الفُرَش دي كلها بقى والجاروف حطيتهم تحت هنا تحت الرخامة. وأنا بانضّف كنت طالبة order كده منظفات يعني جه في وقته. دي شركة كده كنت شُفت عنها reviews كتيرة على النت، وفي كذا حد اتكلم عنها، فقُلت أجربها. هي في إسكندرية في فليمنج. تمام. أسعارها كويسة يعني ده منظف أرضيات كان ب20، الدوني ب15. الصابون ده 5 لتر كان تقريبًا ب65 مُركّز، ودي روايح كده مُركّزة بتتخفف بمَيّة وتتحط ترش زي مُعطِّر يعني. فأنا استخدمتها، هي حلوة ما شاء الله، بس أنا هيبان لي بقى استمرارية مع الوقت، يعني في الفيديوهات التانية هاقول لكم بقى هي حلوة أوي والّا عادية والّا إيه. حطيتها بقى في أماكنها وضبّطتها كده ورصيتها، وهاوريكم بقى الطقم اللي أنا قُلت لكم بابدِّل فيه مع التاني، ده أهوّة فتحت البوفيه، ده الطقم اللي أنا يعني باطلّع ده، وهو بابدِّل ما بينه وبين اللي أنا حاطاه حاليًا في المطبخ. تمام. بادخّل ده واطلّع التاني وهكذا. فخدت ده هو نضيف ومغسول رصيته في البوفيه مكان التاني، والتاني بقى غسلته وسِبته يتصفّى، وقُلت أغسل الصفّاية بالمرّة، غسلتها ودعكتها حلو أوي، وبعدين خدته بقى إيه رصيته مكانه. ما رضيتش أحط يعني ما رصيتوش كلّه فوق في الرشّاية كده علشان يعني مش عارفة حسيته تقيل، ومش عايزة الرشّاقة يعني يحصل لها حاجة، فضبّطته كده مكانه، وبقية الطقم الكوبايات والدورق بتاع العصير ده حطيته في الناحية التانية. وأهو طقم جديد وهنستقبل رمضان بمشتريات جديدة من غير أي مجهود مننا، والحمد لله على كده. قبل ما أبدأ بقى تنضيفة بسيطة للصالة ونعلّق الزينة، قُلت آخد المصليات كلها أغسلها بالمرّة غسلة خفيفة كده ولإسدال الصلاة، وباحب كده أغسلهم مع بعض غسلة خفيفة في دورة غسيل نُص ساعة بس، وآخر اليوم ألمّها أعطّرها وأرجّعها تاني مكانها، عشان تبقى نضيفة كلها ومتعطّرة وحلوة كده. يعني كل حاجة في البيت تستقبل رمضان على نضافة الحمد لله. طلّعت الإسدال البديل على لحد ما التاني ينضف، بعدين بدأت بقى ألمّع كده الإزاز، أمسح من على الوش كده الخشب، لإن خلاص إحنا بقى متفقين إن إحنا منضفين تنضيفة عميقة، إحنا بس بحاجة يعني بسيطة كده. بُصّوا بقى المفرش لمّا اتعمل كان طلع خطير، عجبني أوي ما شاء الله بجد حلو أوي، وهيبقى السفرة مع البوفيه كده طقم واحد. لإن أنا كنت باعاني أوي إن لمّا آجي أفرش المفرش ده كنت بابقى عايزة
حاجه تمشي البوفيه مع السفره ما كنتش لاقي، ما كانش عندي الصراحه. شلت بقى المفرش البلاستيك ده، كنت بقوله لكم لان انا بحبه قوي، هو بلاستيك كده للاكل وفيه شغل دانتيل من الجناب، كان عاجبني قوي. شلته ولمعت بقى الديكورات والحاجات اللي بره وفرشت المفرش التاني، طوله بقى مظبوط الحمد لله. كانت الحته دي كلها بتبقى نازله كده من الجنبين على الكراسي، كانت مضايقاني، فهو كده حلو. انا بحب الصراحه اي حاجه عندي محتاجه تعديل بعملها في ساعتها وافرشها، يعني بحس ان لو هركنها استنى كمان اصله كبير، اصله مش مناسب، اصل لونه لا مش عاجبني هتصرف فيه. في حاجه عايزه تتعدل هعملها دلوقتي، مش هفضل راكنه الحاجه كراكيب وخلاص واشتري غيرها مثلا، او انا مش قادره اشتري غيرها فمش قادره افرح نفسي لان الحاجه كبيره وواسعه وبتاع. لا وعلى ايه يعني، الانجاز كده كله في السريع. الحمد لله كده مسحت كل الاسطح وظبطتها، واستخدمت هنا بقى المنظفات، حطيت شويه منظف من منظف الارضيات وحبه دوني كده عشان يدوا ريحه كده حلوه انتعاش في البيت مع الميه السخنه. طبعا بحب امسح دايما الشقه بميه سخنه. اليوم اللي ببقى بادئه بدري وبادئه صح بجد يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، بنجز فيه كميه شغل رهيبه بجد والله العظيم. ويعني بخلص كل اللي ورايا، بيبقى عندي وقت يعني اعمل حاجات كتير باقي اليوم الحمد لله. تيجي بقى اكتر لحظه مفضله عندي في اليوم، بخور او معطر. انا البخور خلصان من عندي، وعملت بقى المعطر ده خففته في شويه ميه كده في بخاخ، وبدات بقى اعطر البيت. بقى اللحظه اللي هي بتبقى يعني مفيش اسعد من كده، البيت نضيف ومتسيق ويلا نعطر. وبعد التعطير بقى بدات ان انا ايه، خلاص بفكر بقى احط الزينه وهعمل ايه وهفرش مفارش ايه وكده. وهنا كانت سجادات الصلاة نشفت، خدتها وطبقتها كلها وعطرتها وشلتها بقى مع بعض نضيفة، اللي ياخد كده يلاقي السجادة نضيفة ومتعطرة كده الحمد لله، تحس ان انت بتصلي كده في روقان. وبحب كمان اعطر الاسدال اللي بصلي بيه جدا، بتبقى منتعش كده ان انت متوضي ولابس هدوم نضيفة والسجادة ريحتها حلوة. بتحاول ان انت يعني بنحاول ندخله نفسنا في خشوع كده في الصلاة. رجعتهم بقى مكانهم وبدأت اطلع الزينة بخزنها كل سنة في بوكس كده كبير علشان يحافظ عليها. هي الزينة بتاعتي سواء زودت او ما زودتش، بس انا الصراحة الزينة اللي عندي كل سنة بطلعها هي يعني بقالي سنتين تقريبا ما جبتش حاجة جديدة، ومش هجيب لان انا عندي فروع نور، عندي فوانيس، عندي كوشنز. يعني طالما مفيش امكانية والحاجة اللي عندي كويسة فمش هضغط نفسي مثلا، والفلوس ممكن اجيب بيها حاجة تانية ليها اولوية عندنا في البيت. فعملت بقى قلت احط كورنر كده في السبح، حطيت كل السبح اللي في البيت في الجار الازاز ده عشان تبقى في مكان واحد، وحطيتها جنب المصاحف. اللي عايز ياخد مصحف يبقى موجود قدامه مش في درج او كده، في العادي بحطهم في درج بس قلت عشان يبقوا موجودين قدامنا وجنبهم كده السبح. والناحيه التانية حطيت التمريه دي بس لسه ما حطيتش فيها التمر، فكورنر كده لوحده كده وجنبه فانوس، وعلقت فوقيهم ليد النور اللي هو الهلال والنجمه ده. عايزه اقول لكم الفرع ده اصلا عندي بقاله تقريبا 3 سنين، كنت جايباه في اول سنه جواز، ده رابع رمضان استخدمه فيه. كنت جايباه بسعر يعني مش فاكره والله، بس كان حاجه بسيطه طبعا بمقارنه بالاسعار دلوقتي يعني، فانت لو محافظين على الحاجه هتعيش معاكم. بدات بقى ايه اغير شويه في الديكورات، الحاجات ديت اللي كانت محطوطه فوق التلفزيون حطيتها على البوفيه، وقلت انسق كده وحطيت جنبهم فانوس صغير. ويعني الصراحه عندي طقم مفارش بتاع رمضان كنت جايباه قماش مفصلاه، بس يعني حطيته كذا سنة، حسيت ان انا زهقت شوية منه، فكنت عايزة اعمل برضو في نفس الوقت حاجة بسيطة، يعني مش عايزة حاجات كتير وكده زحمة في المكان. فقلت يعني احط فروع النور مع الفوانيس كده نبدل ما بينهم، ويعني عشان ما ملش من المفارش اللي عندي قلت خلاص مش هحطها السنة دي، بس هحطها لكم في اخر الفيديو التصوير بتاع السنة اللي فاتت او اللي قبلها، علشان لو عجبكم يعني تاخدوا منه افكار. انا كنت شارياه من المنشية، كان قماش امطار عادي، وكنت بقى ايه مقسماه على كل البيت والترابيزات والحاجات اللي عندي. كان احسن ان انا كنت عمري ما كنت هلاقي طقم كامل بعدد القطع اللي انا محتاجاها، فكان كان كده يعني هاتوا القماش وانتوا تفصلوه على مقاسات الحاجة اللي عندكم افضل واوفر كتير جدا. حطيت بقى التابلو ده وسط الآيات القرآنية كده والفوانيس وزعتها، وحطيت بوجي وطمطم والدنيا بقت تمام وحلوة الحمد لله. عندي بقى فرعين نور كمان، قلت هحط واحد على البوفيه واحد تاني مثلا فوق الكنب او كده.
والكوشنز دي حطيتها. عايزه اقول لكم الكوشنز دي انا كنت جايباها الواحده مش عارفه ب10 جنيه تقريبا، بس هي بقالها كذا سنه، فانتوا لما تحافظوا على الحاجه تقعد معاكم. فرعين النور اهوت، حطيت واحد هنا وواحد على البوفيه، وده الشكل النهائي. اتمنى يكون الفيديو خفيف على قلبكم، وما تنسوش تدعموني، دعمكم بيفرق معايا كتير جدا. اشتركوا في قناه اليوتيوب واكتبوا لي ارائكم في الكومنتات، وما تنسوش تدوسوا لايك وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم باقي الفيديوهات. وهحط لكم في اخر الفيديو المفارش عشان لو حد عايز ياخد الشكل او يعمل زيها او كده او يجيب افكار، هتلاقوه في اخر الفيديو من السنين اللي فاتت، وفي اماكن مختلفه علشان ما تتوتروش او تتلخبطوا. كنت في شقه ايجار ففي اختلاف في الشقق يعني. بس وكل سنه وانتم طيبين يا رب بالف خير وصحه وسلامه، واشوفكم على خير ان شاء الله.